عليكم أنا السلام ورحمة الله. حلمت إنه كنت مسافرة أنا وأختي لمصر، نعم. وكنا نتمشى كذا في أسواق شعبية قديمة. فشفت في بيجامة أعجبتني. بس طلع مقاسها مو قياسي أنا، طلعت كبيرة علي. أنت عزمة ولا مزوج؟ أنا منفصلة. طيب كمل. أكمل يا شيخ. كمل. وطلعت من نصيب أختي، فمحل ثاني لقيت بيجامة أحسن منها. لحظة لحظة، أختك هذه عزبة ولا متزوجة؟ متزوجة. في الحقيقة أختك لا البيجامة ذي أكبر. دقيقة بس، خليك تسمعي سؤالي بس. أوكي. البيجامة اللي عليك أكبر منك ثم أعطيتيها أختك. أيوة. هل أختك في الحقيقة هي أسمن منك؟ نعم. نعم. هل زوجها يعني قريب منها في الجسم ولا أكبر؟ لا لا، أقل منها تقريبا، أنحف منها شوي. طيب. طيب. طيب كملي. وبعدها يا شيخ لقيت بيجامة أحسن منها، فقلت الحمد لله إنه البيجامة هذه كانت بنفسي، بس هذه طلعت أحلى وصارت من نصيبي. نعم. وانتهى الحلم. أقول اللي بخاطري ولا؟ قول اللي بخاطرك. ترى مزعج اللي بخاطري جدا. عادي يا شيخ. طيب. المنام له دلالتين، الدلالة الأولى بيرزقك الله الزوج أفضل من الزوج الأول. إن شاء الله يا رب. الدلالة الثانية، لا تحسدين أحد على حياته. لا تحسدين أحد على حياته. يعني إذا رأيت امرأة متزوجة ومرتاحة مع زوجها وهذا، قل الله يوفقهم والله يرزقني الزوج الصالح. خلاص. الله أعلم. صدق الله. يا شيخ أنا رأيت في رمضان أو قبل رمضان بيوم تقريبا، كأنه جاتني 3 أكياس إلى غرفتي وكانوا خواتي عندي، و3 أكياس فيها جلابيات ألوانها زاهية، يعني أزرق وبني، وكانت يعني تلمع، وكانت قريبة من بعض نقشتها ورسوماتها، بس فيها اختلاف بسيط. وأنا عجبتني واحدة أكثر منهم كلهم. أختي قالت لي هذه مقاسها طويل، وأنا أقول لا، يعني بخاطري أقول عادي بقصر المقاس وبتصير مقاسي. في متزوجة؟ لا. كم عدد خواتك؟ 5 وأنا سادسة. كم المتزوج منهم؟ 2. أنت بالنسبة لخواتك الثالثة. الأولى الثانية الثالثة، الثالثة. كم كيس رأيتي في المنام؟ 3. نعم. يدل على زواج العلم عند الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظك ويسدد خطاك، والله أعلم. كذا أسبح في مسبح وتنفس تحت المسبح طبيعي. تتنفس تحت الماء؟ أي نعم. وش عملك أنت؟ أنا شغال في محل. يا أمجد، نعم. المحل وش هو اللي عندك؟ تجارة كل شيء. محل بطارية عامل أنا. لا تكذب على الناس. جزاك الله خير. المنام يدل على أنك تكذب على بعض الزبائن، فاتق الله تبارك وتعالى، والله أعلم. يا شيخ أنا عندي بس يعني أبغى أسأل، يعني مثلا زي التمر في المنام إيش، بس مو رؤية. كم عمرك يا ولدي؟ 20 سنة. التمر قالوا علماء التعبير لربما عبر بالنساء إذا أفرد، وإن كان جمع ربما عبر بالمال. نعم. لكن التمر يحمد على أي حال، محمود، إلا إذا أكلت في كثرة وأنت مصاب في مرض السكر فيصبح مذموما ولا يحمد.
رأيت يا شيخ بنتي المتزوجة لها سنة متزوجة، نعم. رأيت إنها تتزوج واحد ثاني، إنها بتتزوج واحد ثاني اللي قاعدة. حامل بنتك ولا لا؟ لا ما هي حامل. انتهى منامك؟ إنها بتتزوج واحد ثاني، وقاعدة أفرش سفرة وأقول خلاص يعني إيش نسوي، لازم تتزوج، وكأنه الزوج هذا من الكويت. ترزق بولد، ترزق بولد، والعلم عند الله. مع السلامة يا أهلا. إذا رأت المرأة أنها تتزوج ربما ترزق بولد، وإذا رأت أنها هي عروس ترزق ببنت. رأيت في حوش عند أهلي، وكنا جالسين أنا وخواتي، وأذكر ثنتين حافظة تنصح أنا وخواتي، وتجينا حية كذا تطاردنا وأنا أنقز فوق السرير كذا، وغيرنا تطاردني لحالي، وآذاني وأنزل وتقرصني في يدي اليمين، وقرصتني وش اسمه، وجاء أبوي أخذني وداني، وانتهى الحين، انتهى الرؤية. أنت عزباء متزوجة؟ مطلقة. طيب هذه امرأة تلحق بالكلام، والعلم عند الله. أسأل الله عز وجل أن يحفظك، وربما بعض الكلام يؤذي مسامعك، والعلم عند الله. استودعك الله. يا شيخ أنا حلمت إني أنا تزوجت والدي. والدك؟ الوالد على قيد الحياة؟ نعم. 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 أسماء من أين تتحدثين؟ من أي دولة؟ الجزائر. نعم، حيا هلا فيكم أهل الجزائر، مرحبا مريم. تفضلي. الله يسلمك. رأيت أنك تزوجت الوالد، ثم نعم. ولدها يعني ولا أنا كنت الوالد؟ غير راضية. نعم. أبوك ولا والدك؟ لا، والدي، أبي. نعم. 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 شوف الكتابات. يعني ما كنت راضية عن الوضع. طيب أنت بنت الآن؟ نعم. أنت بنت ولا متزوجة؟ لا، بنت. نعم. الوالد، أنت مع الوالد في البيت في المنزل؟ نعم. الوالدة موجودة؟ نعم. في حد قدم لك للزواج؟ نعم. أبوك رفض؟ إيه، صارت مشكلة وفسخنا. مشكلة مع من؟ معك أنت ولا معه؟ لا، مع أهله. الله يعوضك خير منه. الله يعوضك خير منه. المنام يدل على إحسانك وبرك لأبيك، والعلم عند الله. استودعك الله.